تعالوا بقى يا جماعه نعمل النهارده بسبوسه بالمانجا. المانجا ماليه السوق، اشتغلي بقى يا باشا، حطي اللي انت عايزاه، اعملي صينيه هريسه حطي على مانجا، كنافه حطي عليها مانجا، كل حاجه حلويات دلوقتي بالمانجا. نبدا كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. اول حاجه هناخد الطاسه بتاعتنا كده وننزل فيها بكوبايه من السكر كبيره وتتكرمل. هنسيبها على نار هاديه خالص، ما نلطهاش ولا نيجي جنبها عما نجهز باقي مكوناتنا. عندي بقى كوبايه من الحليب بنفس الكوبايه وكوبايه من السمنه، وعندي بقى المكونات الجافه بتاعتي على ما السكر بتاعي يتكرمل. هننزل بايه؟ بكيلو من الدقيق البسبوسه، كيلو من دقيق البسبوسه العادي اللي هو السايب عند العطار. هننزل عليه بنص كيس من بيكنج باودر، نص كيس او نص معلقه. تمام، تقليبه حلوه كده. وعليه ايه بقى؟ نص المكونات الجافه دي كلها على بعضها، معلقتين من جوز الهند. بتحبوها حطوها، مش بتحبوها خلاص عادي نستغنى عنها عادي. وعندي رشه ملح كده، ربع معلقه من الملح. هنقلب دول تقليبه كويسه جدا ونركنهم على جنب. دي المكونات الجافه بتاعتنا. تعالوا بقى عيني بقى على ايه؟ على الطاسه اللي على النار. وكمان ما ننساش ذره فانيليا، كيس من الفانيليا كده او نص معلقه نحطها على الايه الخلطه بتاعتنا دي. ادي السكر اتكرمل عندي. بعد ما اتكرمل وخد اللون الذهبي الرائع ده، ننزل بكوبايه السمنه. هتمتص الحراره بتاعتنا كده بسرعه علشان لون الكراميل ما يغمقش اوعي يغمق منك علشان ما يمررش. وبعد كده انزلي بكوبايه اللبن، هيكلكع منك شويه كده ويعمل بالظبط زي ما انتوا شايفين في المعلقه كده. بدنك بقى هدي النار على الاخر وايه وقلبي فيه بالراحه. هياخد منك وقت شويه، 5 دقايق ولا حاجه، لحد ما كل ده يفك السكر يفك تاني. هنحطيت كده كوبايه من السمنه وكوبايه لبن وكوبايه ميه، التلاته مع بعض، وهيدنهم بقى على النار 5 دقايق ولا حاجه. نقلب فيهم لحد ما يبقى بالشكل ده. تعالوا بقى عندي المكونات، الخليط بتاعي الدقيق البسبوسه بتاعي اللي انا جهزت عليه المكونات. هننزل بقى بكل السكر المتكرمل ده على الهريسه بتاعتي. والله اطعم هريسه هتاكليها، وكمان المانجا عليها حاجه طعم تاني خالص. لو هتشتري صينيه حلويات دلوقتي بمبلغ وقدر. هنا احتاجت مني، لقيتها ناشفه شويه فاديتها حوالي نص كوبايه من الميه. وطبعا ما نقلبش خالص الدقيق، السيمولينا ما يتقلبش يعني ايه. بصي يا دوب تلمي المكونات في بعضها كده بالظبط. شايفين انا قلبت يا دوب تقليبه بسيطه كده، نلم المكونات في بعض، ما نقلبش عشان الهريسه ما تنشفش مننا. عندي صينيه كبيره مقاس 35، هدهنها دهنه سمنه كبيره، معلقتين 3 كبار حلوين كده، وننتن الصينيه وننزل بقى بالهريسه بتاعتنا. هنا بقى افردي كده الهريسه بالراحه، انزلي بيها. طبعا هي بتبقى صعبه في الفرد شويه، بس ادهني الاسبتيوله بليها ريحه ميه كده ومشيها على الصينيه زي ما انتم شايفين كده، علشان تتساوي الوش بالظبط ويبقى حلو قوي ومتساوي متناسق كده بالشكل ده. في الاخر حاولي تدبي الصينيه، هزيها هزتين عشان لو فيها هوا ولا حاجه يخرج منها. ايوه كده بالشكل ده. وعلى الفرن بقى، انا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا. حطيها على الرف اللي تحت خالص، هتقعد لها بقى كده شويه، نص ساعه ولا حاجه. بصي عليها ان اتحمرت من فوق ماشي، ما اتحمرتش دخليها تحت الشوايه 10 دقايق. تعالوا بقى نعمل شربات الهريسه. طبعا شربات الهريسه بيبقى ساخن، فاعمليه في اي وقت كده بعد ما تدخلي الصينيه. هنحط كوبايتين من السكر وعليهم 3 كوبايات من الميه وعصره نص ليمونه وكيس من الفانيليا. حطيهم بقى يغلوا 5-6 دقايق كده، وبعد كده تكون الصينيه طلعت من الفرن بالشكل ده. طبعا الشربات سخن والهريسه سخنه. ايوه بالشكل ده. اديها بقى كل الشربات، هتشربه كده بالشكل ده، هتبقى جميله وطعمها حلو قوي. بصوا هنا تحفه اهي. هتسيبها كده تميلي الصينيه، حاولي ميلي الصينيه كده وكده علشان كل الاماكن تاخد شربات. بصوا هنا انا بدوقها، طعمها خطير من قبل ما نحط عليها لا كريمه ولا المانجا لسه اهي. بصوا طريه وجميله وحلوه قوي. يعني انت لو عملتيها كده وحطيتي عليها شويه مكسرات من فوق كده زي الفل اهي. هحطها بقى تهدى خالص خالص، وتعالوا بقى نكمل باقي المكونات. بصوا شكلها جميل ذهبي كده، والسكر متكرمل اداها شكل ولون وطعم تحفه. عندي بقى الكريمه بتاعتي
اللي هي العاديه، هنعمل كريمه، كوبايه من الكريمه عليها كوبايه ميه متلجه، واضربيهم بالمضرب لحد ما يبقوا كده، لحد ما تعمل تبقى الكريمه تطلع كده وتبقى جميله، تضاعف حجمها بالشكل ده. عندي بقى المانجا بتاعتي قشرتها وقطعتها ودهنت انا هنا. النور بقى سامحوني كان قطع في المطبخ والدنيا ما كانتش يعني كان الفيديو مش باين خالص خالص، فطلعت بقى ايه بره في مكان منور وعملت باقي الصينيه. هنا بقى حطيت الكريمه على الصينيه وبعدين المانجا بالشكل ده. وبعد ما تحطي المانجا، لو عندك شربات اللي سقينا منه البسبوسه او الهريسه، حطي كده في الاخر على المانجا معلقتين 3. وكلي يا ست الكل احلى صينيه هريسه او بسبوسه بالمانجا، تحفه بجد جميله، جربوها. طبعا كلنا بنعملها وحلوه قوي، بس ده اللي انا بقول عليه، ان المانجا في السوق كتير ما شاء الله متوفره، والمانجا بتدي يعني بصراحه قيمه عاليه قوي قوي لاي حلويات، بتحطيها على اي حلويات بيبقى الطعم حاجه تانية خالص. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. بس